عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة أونلاين جيمر. اليوم جايب لكم مقطع عن استراتيجيتين باستراتيجية واحدة. استراتيجية العملاق الملكي. طبعا العملاق الملكي يعني كرت خرافي لأنه صار يضرب من بعيد ومع الهوج. طيب، فكرة الاستراتيجية، طبعا الاستراتيجية أنا صممتها، يعني مشان ما حدا يقول لي والله الاستراتيجية الصبح هيك فقت يعني تميت أسوي استراتيجيات حتى صارت معي هاي الاستراتيجية. طيب، العملاق الملكي يضرب من بعيد، من مسافة بعيدة. آه فلهيك في كتير خصوم بغلطوا بحطوا دفاعات في النص. أول شي العملاق الملكي بتحطه في أرضك، يعني من بعيد بقتل الدفاع، ويعني وبتحط الهوج والزايب، يعني هدول استراتيجية لحالهم أنا بعتبرهم. ومع العملاق الملكي وفي بربر، يعني استراتيجية مرة قوية يعني. وعندك الانفيرنو للدفاع، والالكسير بومب عشان تجمع اكسير، وعندك البومة للدفاع، والبربر للدفاع، الغيلان الرمح للدفاع، والزاب. يعني استراتيجية مرة حلوة. وبهذا الفيديو راح استعرض هجمتين، يعني خصمين قويين مرة. اخر هجمة راح استعرضها بالفيديو، يعني خصم مرة قوي. فخلينا ندخل على اول هجمة. طبعا شباب، هاي الهجمة يعني شخص ليفل 9، وهالمرة هذا الشخص، يعني انا اكره ما عندي شخص يستفزني باللعب. يعني اجى بده يخسرني ويستفزك باللعب لدرجة كبيرة. يعني اكره شيء عند هذول الاشخاص. يعني في اشخاص يعني لما بخسروك بيكتبوا لك احسنت او جود جيم او هيك شيء، بس في اشخاص تضحك يعني بتستفزك لدرجة كبيرة. طبعا مثل ما انتم شايفين هو تقدم عليه حاليا بالبرج، هذا البرج، وصار يضحك. يعني يعني كثير استفزني. خلونا نشوف مع بعض الهجمة. حط لي الالكسر كولكتر، وانا حطيت الالكسر كولكتر. حط لي ماسكتير والمينيون والفاير سبيريت. حطيت بربر وكنت خلصت يعني. طيب، يعني ما بخلي لي فرصة اهجم. حط لي فاير بول، يعني كانت ضربة قوية جدا. يعني شوفوا من هذا، يعني انا اكره شيء عندي هدول الاشخاص اللي يستفزوا اللاعب في اللعب. يعني بتكون هيك هجم وتكون متقدم عليه وبتستفزه. والله اني ما استفزيت حدا باللعبة ابدا. طيب، هجمت عليه هجمة، بس يعني صد لي فورا، يعني ما احسن اعمل معه شيء بهالهجمة ابدا. حطيت هوج انفيرنو، عم بتصدى لهجومه حاليا. بس شوفوا برجي 966 عم بحط لي فاير بول، يعني ما عم بحسن. كل شوي عم بحط لي فاير بول على البرج، يعني كنت عارفان حالي خسران. هاي فاير بول مثل ما انتم شايفين. هون انا والله انقهرت، يعني عم بتضحك وعم بيستفزني لدرجه كبيره. حطيت هوج، آه العملاق الملكي وهوج. يعني شوفوا الحمد لله فزت. ما بعرف كيف فزت. الهوج والزاب والعملاق الملكي يعني اشتغلوا الشغل، والحمد لله فزت. لاني والله لو خسروا يعني قهر يا شباب، والله قهر. خلونا ننتقل للهجمة الثانية. طبعا شباب، هذا اقوى واحد اقاتله في كل اللعبة اللي لعبتها. دخلت كلان عربي، والله طلبت تحدي ام هذا قبل. يعني هذا من كلاني، بس والله اني ماني متفق معه. كتبت له مذهل، يعني كؤوسه 2700 كان يعني قوي ليفل 9 وانا ليفل 8، يعني من كؤوس مبين 2900. حط لي عملاق. انا عارفان حالي خسران، بس ما بعرف كيف فزت والله العظيم. لما فزت قلت خلص بدي اصور الهجمة. العملاق ليفل 6. حط لي سباركي. انا بخاف من سباركي، يعني اكره شيء عندي السباركي، بس ما استسلم. كمان تميت شدد والحمد لله. حط لي عملاق سباركي وويزرد ليفل 7. يعني جيشه مرة قوي. انا عندي الويزرد ليفل 5، هو عنده اياه ليفل 7. حطيت زاب عشان اوقف السباركي، وحطيت بربر. عرفت اتصدى للسباركي بهي الهجمة. حطيت البومر، يعني عنده 3 كروت ليجندري، وعنده الدارك برنس ليفل 4، وعنده الماينر والسباركي والايس ويزرد. انا ما عندي ولا كارت ليجندري. طيب خلونا نكمل مع بعض. يعني مرة قوي، اقوى مني. شوفوا عند الدارك برنس والله قوي. عنده الماينر، يعني ما كان يرحمني ابدا. شوفوا الاكسير تبعه، ما يرحمني. تمعب بهجم. وشوفوا شو عمل حاليا. انا تركت هي الجهة لاني فكرتها رايحة. حطيت عملاق ملكي وحطيت هوج رايدر. يعني شوفوا ايش عملت. هو ما معه اكسير زيادة، ما معه يعني بربر او منيون او من هالشي. يعني حط لي ويزر، حطيت زاب، والحمد لله حسنت اطير البرج. هو حط لي زاب، ضربة، ضربتين، خالص شلت له اول برج. بس شي والله يعني شي صعب، يعني والله قوي مرة. الويزر تركته اعتقد، نعم. حاليا بجهز لي جيش
قسم بالله العظيم بعمري ما شفت مثله، بس الحمد لله حسنت اتصدى وخلص الوقت الحمد لله، وحسنت ادافع. حتى لي سباركي. شوفوا حطيت له الحرامية عشان بس هيك الاهي السباركي. يعني سباركي ضربتها خرافية، شكلها خرافي يعني، دبابة ماشية. طيب حط لي والله نسيت ايش اسمه، الماينر. شوفوا شلون حطيت البربر، بس البربر ما طول على ايد الدارك برنس ليفل 4. البومر اكثر شيء فادني في الدفاع ترى، والله البومر خارق. حطيت الجاينت رويال كدرع او هيك شيء. شوف عنده الوزر ليفل 7. حط لي ماينر، حطيت له الكسر كوليكتر، والماينر صار يضرب بالالكسر كوليكتر. يعني خلص بدي افوز. يعني والله العظيم بعد ما خلصت الهجمة صار يقول انت نوب ومدري ايش، وتعال التحدي مرة ثانية ما اتحدى حدا، خلص فزت خلص، خليني انا فايز، ما ارجع اتحدى. اسف اذا هو كان عم يشوف الهجمة او اي شيء من، او اي شيء هيك، كأنه صار جلitch مدري. طيب جلس يهايط عليه ومدري ايش، وتعال مرة ثانية وقتال والله ما اقبل، يعني ما اقبل، خلاص مرة واحدة خليني انا المنتصر. اني اجى طلب مرة تحدي مرة ثانية، حط لي انفيرنو ضد العملاق الملكي ضد الهوج. فبس هيك كان عندي هجمتين واستعرض هاي الاستراتيجية، والله قوية يعني، انا صرت استعملها حاليا. كؤوسي 2142. و بس هيك كان عندي هذا الفيديو هيك سريع عن هجمتين، واصعب هجمة هجمتها في حياتي. كذا مقطع قصير، إذا عجبك المقطع تنسى تحط لنا لايك وسبسكرايب ونشر المقطع، والسلام عليكم.